عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعملهم ايه؟ هنعمله كشري مصري اللي هو الكشري اللي هو العدس بجبه ده. معانا شوية زيت اهمت، هنعمله كده ايه الطماطم. معانا بصلاية اهي هنخرطها. اهي يا حبايبي اصفرت اهي. هننزل عليها بايه؟ هننزل عليها بمعلقة توم كده، معلقة توم اهي. هنقلبها. ومعانا طماطم اهي. نقطع ده بقى ونعمل بقى ايه؟ هنعمل هنسيبها تعصق بقى، وهنعمله الرز بشعريه. زيت حلوين اهمت. انا كنت حاطه زيت قبل كده في الحله اهو. معانا كوبايه شعريه. هنعمله كله الكشري كله في حله واحده، مش هنعمله ولا ده في حله وده في حله ونوسخه مواعين ياما. معانا كوبايه شعريه اهي، هنحمرها اهي. نرجع لكم تاني. الطماطم اهي هحط لها مرقيه اهي، واحط لها فلفل اسمر، واحط لها بابريكا اهي، شويه بابريكا حلوين اهو، وشويه كمون، والسبع بهارات. وهنحط لها الملح. الشعريه اهي، هننزل عليها بايه؟ انا نقع العدس ده بقاله ساعه او ساعه ونص كده. نقعته في الميه، هنزل بالعدس برضه، وهنصلح اهو العدس العدس مع الشعريه اهو. انا نقيته ونقعته. هنحط بقى ايه تاني؟ هنحط الرز. هنشوحه برضه تقريبا كده. الطريقه دي والله العظيم احلى من كل حاجه في حاله، وتوسخوا مواعين ودبكه، انما ده في حله واحده. بس كده
هاخد بقى معلقه كده معلقه طماطم كده وهنحط المكرونه اهي المكرونه اهي وشويه الشعريه اهي وحطيت المكرونه اسباجيتا اهي وهنحط بقى الميه وهحط الملح اهي شويه ملح اهي وهنحط الميه. انا كنت هحط الميه مع هحط الميه مع الرز بس انا ايه نسيت وحطيت الميه على بصوا يا حبايبي وهنغطي عليها بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي المكرونه اهيت والبتاع والرز اهوت شوفوا وهو ولا مهون ولا اي حاجه. بصوا مفرفر ازاي بصوا هنطفي عليها بقى كده والطماطم اهيت وهنحمره بقى البصل. انا مقطعه هنحمر البصل اهوت وخلص البصل وارجع لكم تاني. بقى ايه الدقه جايبه التوم اهوت هعمل الدقه وارجع لكم تاني. هحط على يا حبايبي شوفوا الرز مفرفر ازاي بصوا الريحه والجمال. انا حطيت كله على بعض. هنحط بقى الايه الصلصه مفيش احسن من كده اهو. حله للطماطم وحله للمكرونه والحاجات دي. هنحط بقى ايه البصل اهو والشطه اللي عايز ياكل شطه حراقه هياكل. وعندي عملت الدقه اهيت انا مفضيه البتاعه ديت للدقه. حطيت ربع كوبايه خل ونص كوبايه وربع كوبايه ميه وحطيت توم وحطيت كمون وحطيت ملعقه صلصه. اعملوا لايك وشير بقى واستنونا فيديو جديد ان شاء الله.